السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكل الوداديين والوداديات. في البداية غنستهلوها بهذا الفيديو الخاص عن صحفي مغربي طرح واحد السؤال يعني من أغبى الأسئلة اللي كتطرح في الندوة الصحفية. نخليكم تستمعوا ومن بعد نرجعوا للمناقشة ديالو. السلام عليكم. سفيان بلغيت من جريدة أرض بلادي. السؤال المطروح: واش ممكن في الماتش الجاي نقدروا نشريو شي لعابة باش يقدروا يعني نربحوا ان شاء الله الماتش الجاي؟ واش المدرب كان صارم يعني عادل في هذا الماتش هذا؟ والجمهور يعني كان كثيف، ولكن كيبان لنا الجمهور بزاف كاين في التيران، ولكن ما مجموعش، ما كيبانش. في الدخله في الباب كيبان لك يعني جمهور كسر، ولكن في الداخل ما كيبانش لنا الجمهور يعني مجموع في واحد البلاصه اللي يقدروا يشجعوا اكثر فاكثر. الشري ما يمكنش نشريو لعابه، دونك الله اللي استعدنا غنلعبوا بها. الجمهور ان شاء الله في 29 نجمعوا. كما سمعتوا يعني هذا السيد ما فهمتش واش هو صحفي. سؤال يعني بليد وغبي، ما فهمتش نقول على هذا السيد واش فعلا هو صحفي، واش عنده اهتمام بكرة القدم يعني بصفة عامة. لأن السؤال الدراري الصغيرة ما يمكنش يطرحه. كيف يعقل بأن انت بديتي في واحد المنافسة عالمية وفي بين المقابلات تشري اللعابة؟ ما تفهمت شي حاجة. ما فهمت هاد السيد اش دخلو لهاد المجال، شوه راسو شوه بالكرة. الإعلام الوطني الصحفي فعلا هذا هو المستوى ديالنا كصحفيين مغاربة. كتشوفوا التعليق في الرياضي وكتشوفوا الصحفيين مازال ما نعمموش، ولكن الأغلبية راه بحال هاد الطينة ديال هاد الأخ. ما عندنا ما نقولوا، هادشي اللي عطا الله بكل صراحة كيبين على المستوى الرديء ديال الصحفيين المغاربة. كل سنة الوداد والجوفنتوس الإيطالي كما كنا عارفين قبل. حنا كنقولها يعني قبل ما يمشي الوداد للمونديال الأندية، عارفين بأن أقوى مجموعة هي المجموعة ديال الوداد الرياضي. شو حد فريق الوداد الرياضي كيتواجد في مئات أصعب المجموعات اللي كاينة في كأس العالم الأندية. جميع الفرق الإفريقية والعربية يعني ما عدا العين عندهم مجموعات متوازنة، واخا الهلال عندهم يعني ريال مدريد، ولكن باقي الفرق يقدر يتلقى معهم حل. ما عدا الوداد فالمجموعة كيبان لنا مجموعة نارية، مجموعة يعني ديال الناس راه ديجا العين كما كنشوفوا يعني راه ترسانة بشرية كبيرة، صرف أموال كبيرة جدا، ورغم ذلك تلقاو يعني 11 هدف 5 6 بكل صراحة. هزائم ثقيلة تلقاها العين الإماراتي. في حين الوداد بكل صراحة هذا المستوى مشرف، لا بأس به، ما نقولش مستوى جيد ولكن بالمقارنة مع الأندية اللي لعبنا معهم فالمستوى لا بأس به، مع إضاعة مجموعة من الفرص لا في المقابلة الأولى لا في المقابلة الثانية. المقابلة الثانية عرفت أنا غنخسرو أكثر. علاش؟ لأن بن هاشم كان ناوي باش يحقق نتيجة إيجابية. ملي كتخسر بجوج لواحد راه في الدقائق الأخيرة يعني كما شفتوا تلقينا هدفين، ضروري غتغامر، لأن سواء خسرتي بجوج سواء خسرتي بثلاثة سواء خسرتي بأربعة، الهزيمة هزيمة. غاديش نقولوا بأن هذا كأس العالم كما قلنا سابقا هو واحد المرحلة إعدادية للفريق الوداد الرياضي للسنة المقبلة، وربح مادي اللي غادي يخلي خزينة الوداد الرياضي ما غتعانيش من أزمة هذه السنة ولا السنة المقبلة إن شاء الله، إلا كان يعني باش تدبير هذه الأموال اللي غادي يستفيد منها فريق الوداد الرياضي. هذه هي الاستفادة. ما يعني بعض الاخوان راه ما بغيناش نردوا على مجموعه من الاخوان اللي كيبداو يعلقوا لك التعليقات السلبيه. 5 راه حنا خسرنا ب4-1 مع الجوفنتوس، وتعادلنا خسرنا بجوج مع مان سيتي، وراه نتوما خسرتوا ب5-0 مع السيتي الغاني يعني في بطولة الابطال الافريقيه. هادشي راه موثق والفيديو كاين كلشي موجود. 8 مع برشلونه، 5 مع ايسرو، يعني مجموعه. داكشي الهزيمه هو اللي في كره القدم. كاين بعض الاخوان اللي ساندوا يعني رجاو ينساندوا فريق الوداد الرياضي، وخص يكون بحال هكا. ما نشوفوش واحد الفئه ديال فئه قليله اللي ديما كتدير الشغب وكتخرج دير الفتنه بين الجماهير المغربيه. فكاين بعض الصحفيين اللي ما خصوش يكون، اما الجماهير
العاديه، فانا بكل صراحه نتقبل الراي ديالهم، يقولوا اللي بغاو يعلقوا كما بغا. اللي مرفوض هو الصحفي كيتمثل الصحافه وطنيه وترتدي يعني قميص ديال المنافس ديال الفريق اللي كيمثل البلاد ديالك. هادشي مرفوض رفضا باتا.